أحباب رسول الله خد. بتعمل الأكل بالإحساس وهي مغمضة عينيها، ومامتها سر نجاحها، وبتقف معاها تساعدها في المطبخ، وبتعمل كل الأكلات اللي نفسك فيها، أكلات حرشة وشعبية ومودرن وترندات، وبتقلد الأصوات وطريقة نعمة أم إبراهيم، ومسمية نفسها سلحفة. حكاية بنوتة اسمها شمس، يا ترى إزاي بتطبخ بالإحساس وهي مغمضة عينيها؟ وليه سمت نفسها يوميات سلحفة؟ وإزاي مامتها بتساعدها؟ وإيه علاقتها بنعمة أم إبراهيم؟ كواليس كتير هنعرفها مع بعض في الفيديو ده. بتطبخ وهي مغمضة عينيها، ومامتها بتساعدها، وبتعشق مطبخها، ولازم تطبخ بمزاج وروقان، وتغني أناشيد دينية وأغاني عادية، وقلبت مطبخها الاستوديو بتعمل فيه أكلاتها. كلامنا هنا عن بنوتة اسمها شمس، نفسها تكون مشهورة وتوصل صوتها وموهبتها للعالم كله. سمت نفسها يوميات سلحفة لأنها بتعشق الحيوانات، وبتحس إن هي والسلحفة شبه بعض في الطيبة والكرم والهدوء، عشان كده سمت نفسها بالاسم ده. أول ما ظهرت كانت بتتكسف جدا تقول كلمتين على بعض، لدرجة إنها كانت بتخلي مامتها تظهر وتتكلم معاها في الفيديو، لحد ما واحدة واحدة اتحدت نفسها وأخدت عهد على نفسها إنها تكون مشهورة وتوصل صوتها وموهبتها للعالم كله. شمس أثبتت إن مفيش حاجة مستحيلة، وإن الواحد يقدر يحول أي عجز لموهبة، وده اللي حصل مع شمس رغم إنها مش بتشوف، إلا إنها حولت ده لنجاح، وظهرت موهبتها وتحدت كل الظروف، وثبتت نفسها على السوشيال ميديا، وقدرت في وقت قصير تحقق أكتر من 100,000 متابع. ظهرت شمس وهي في مطبخها بتطبخ، وعملت محاشي أصناف وأنواع، والفيديو الواحد بيعدي 50,000 مشاهدة، وفي اللي داخل على 1,000,000 مشاهدة، وده طبعا لأنها بتشتغل على نفسها وبتطور من نفسها. بتحب كل أنواع الفسفور وكل أنواع الأسماك، وعملت ليهم سمك الخنزير، ده نوع مش موجود هنا ومش كل الناس تعرفه. شكل الإسكندرانية هم أكتر ناس عارفينه، وتتبلته وحطيته في الفرن وطلع جاهز احلى من بتاع بره. بتعشق تعمل الاكلات من قلب المزرعه، ويكون كل الخضار والفاكهه فريش، وعملت حفله مشاوي وسط الخضره، ودلعت اخواتها ومامتها على الاخر، فراخ وكفته مشويه، وانبهروا بطريقتها وعيشتهم اجواء ريفيه من الدرجه الاولى. اما بقى اخر فيديو اللي عمل قلبان وسبب شهرتها، هو انها قلدت نعمه ام ابراهيم بنفس الصوت والطريقه. يا ترى عملت ايه؟ جابت مصفى وحطتها على وشها واتكلمت بنفس صوتها، لدرجه الناس ما عرفوش يفرقوا بينها وبين نعمه ام ابراهيم، وافتكروها هي واتحجبت، لكن في الحقيقه هي طلعت بنوته واسمها شمس ونفسها تبقى مشهوره. طبعا هنا انقسم الناس لفريقين، فريق ما تخيلش خالص ان دي بنوته من كتر ما جابت طبقه الصوت بالظبط، وافتكروه فيديو قديم ليها، لكن اول ما قلعت المصفى عرفوا انها واحده تانية، وقعدوا يسالوا ازاي عرفت تجيب نفس الطبقه، وقد ايه هي بنوته موهوبه وتدخل القلب من غير استئذان. وفي طبعا اللي انتقد الفكره، وان كان لازم شمس ما تقلدش نعمه ام ابراهيم وتظهر على طبيعتها هي وبس، ولان افكارها وطريقتها ومحتواها ما يبقاش غير شبهها هي وبس. ومش بس شمس شيف قد الدنيا، دي كمان بتعمل الاكل بمزاج، وبتطبخ وهي بتغني سواء انشاد ديني او اغاني عاديه. صوتها تحفه، هتسمعه يوديك في عالم تاني خالص من كتر ما هو صوت ملائكي وعذب، وبتعشق الغنى وبتحب تغني كتير. واللي ما تعرفوش عن شمس، فهي بنوته في سن العشرينات، بس مش معروف هل كملت دراستها ولا لا، لانها مش بتجيب سيره خالص عن كليه او اي نوع من انواع الدراسه، فشكلها يا اما خلصت دراستها او بتشتغل. يا ترى انت او انتي من متابعي شمس ولا لا؟ شاركونا في التعليقات.